السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مستر ياسر، ودي قناتكم قناة فيجن، وفيجن يعني رؤية، وإحنا هنا عندنا رؤية مختلفة. إنكم لازم تفهموا اللي بتتعلموه. إن شاء الله معانا هتفهموا وتتعلموا، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الأوائل بفضل الله تعالى. فيلا بينا نبدأ مع بعض. والنهاردة درسنا درس من دروس الصف الأول الإعدادي هندسة الترم الأول، وهو حل تمارين التوازي من الكتاب المدرسي. والدرس ده مهم جدا، يا ريت نركز مع بعض. أنا بعتبر فيه بيلخص كل درس التوازي، واتفرجوا على الفيديو لحد النهاية لأن فيه أفكار ممتازة ممتازة جدا جدا على التوازي. فخليكم معانا ويلا بينا مع بعض. السؤال الأول معانا بيقول أكمل ما يلي. المستقيم العمودي على أحد مستقيمين متوازيين يكون إيه؟ عندنا مستقيم ماشي عمودي على أحد مستقيمين متوازيين، بيكون إيه على الآخر؟ المستقيم الآخر بيكون طبعا عمودي عليه. إحنا فاهمين الكلام ده. يلا بينا نكتب عمودي على الآخر. الحاجات دي مهمة جدا نركز فيها لأن هي بتيجي بنفس الأسلوب كده في الامتحان. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول إذا وازى مستقيمين، إذا وازى إيه؟ مستقيمين مستقيما ثالثا كان هذان المستقيمان إيه؟ متوازيين. أهو. طيب السؤال اللي بعد كده جيم بيقول إذا قطع مستقيم، خلي بالك قطع مستقيم مستقيمين متوازيين، يعني عندي مستقيم وقطع مستقيمين متوازيين، فإن كل من كل زاويتين متبادلتين بإيه؟ بتكون نقط في القياس، أكيد بتكون متساويتان في القياس. بعد كده بيقول لي كل زاويتين متناظرتين نقط في القياس، تبقى ايه بردك؟ زاويتين متناظرتين بيكونوا ايه؟ متساويتين. اهو. نمرة 3 اللي هو عايزها في حال بردك لو قطع مستقيمين متوازيين، فإن ايه؟ كل زاويتين داخلتين في جهة واحدة من القاطع بتكون ايه؟ متكاملتين، مجموعهم بيساوي كام؟ 180 درجة. يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل. ولسه مكملين في سؤال الأول أكمل ما يلي. ودلوقتي وصلنا للنقطة ده اللي بتقول يتوازى المستقيمان. ادم قال لي يتوازى المستقيمان يبقى بيتكلم على شروط الايه؟ التوازي اللي احنا خدناها في الدرس الثاني. اذا قطعهما مستقيما ثالثا وحدثت احدى الحالات الآتية. اول حالة عندنا ايه؟ زاويتان نقط متساويتان في القياس. ايوه، يبقى زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس اهو. في الحالة دي اقدر اقول على المستقيمين ايه؟ متوازيين. طيب الحالة التانية ايه؟ زاويتان نقط متساويتان في القياس ايضا، يبقى متناظرتان. زاويتان متناظرتين متساويتان في القياس. نقول متناظرتين او متناظرتان عشان هنا متساويتان اي حاجة يعني. النقطة الثالثة بتقول زاويتان نقط وفي جهة واحدة من القطع متكاملتين. ايه الزاويتين اللي بيكونوا في جهة واحدة وبيكونوا متكاملتين؟ ايوه، الزاويتان الداخلتان، عشان يبقى لغة عربية يبقى نخليها بدل داخلتين يبقى داخلتان. طيب النقطة اهي بتقول ايه؟ اذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتان متقابلتان برأس تكونان ايه؟ نقط في القياس متساويتان في القياس. هو قال لي هنا ايه؟ عندي مستقيمين والمستقيمين تقاطعوا ماشي، فنتج عنهم ايه؟ ان كل زاويتين متقابلتان برأس ايه؟ متساويتان. واحنا عارفين الكلام ده واخدينه في الدرس اللي قبل التوازي عن مفاهيم هندسية والعلاقات بين الزوايا. طيب في الشكل واو بيقول لك في الشكل المقابل، ادي الشكل اللي قدامنا اهو، شايفينه؟ عندي ايه؟ عندي القطعة المستقيمة ج د توازي الشعاع ب أ، توازي الشعاع ايه؟ ب أ، زي ما احنا شايفين، وادي علامة التوازي السهمين اللي احنا شايفينهم هنا دول. طيب تمام. وبعدين قال لي كمان ان د يوازي الشعاع ده اللي هي يوازي القطعة المستقيمة ج ب. ادي القطعة المستقيمة ج ب. عايز ايه؟ عايز قيمة س. عايز يعرف س دي، وهنا بردك نفس الكلام عايز اطلع قيمة س. طيب اطلع قيمة س ازاي؟ اول حاجة اطبق، لان هو قال لي هنا متوازيتين، اقدر استفاد ايه من التوازي بتاع المستقيمات والاشعة اللي موجودة عندي دي. اول حاجة انا عندي الزاوية دي
تساوي الزاوية دي بالايه؟ بالتبادل. تساوي الزاوية دي بالايه؟ بالتبادل. يبقى ج دي هتساوي كام؟ تساوي 3 س. جبتها منين؟ قال لي ده يوازي ده ومديني ده كمان يوازي ده، يبقى اذا الزاويتين دول ايه؟ متساويتين بايه؟ بخاصية ايه؟ التبادل. يلا بينا كده، يبقى ج هتساوي كام؟ 3 س. اكتبها كده. احنا بقى من اول السؤال ده كده هنبدأ اكننا بنحل فوازير، اكننا بنحل ايه؟ فوازير. طيب بعد كده انا عندي هنا بقى عندي س وعندي 3 س، الزاويتين دول زاويتين ايه؟ داخلتين، يعني مجموعهم بيساوي كام؟ بيساوي 180، صح كده؟ يعني انا اقدر اقول س زائد 3 س يساوي كام؟ 180. الزاويتين الزاوية د والزاوية ج مجموعهم بيساوي كام؟ 180 درجة، صح كده؟ طيب تمام. ليه؟ لأنهم داخلتين متكاملتين. طيب أقدر أقول كمان إيه؟ أقدر أقول إن زاوية د اللي هي بتساوي س وزاوية ج بتساوي 3 س، عوضت بيهم أهو. أنا عندي زاوية د بتساوي س وعندي زاوية ج بتساوي كام؟ 3 س أهو. يبقى تساوي كام؟ يبقى س زائد س تساوي كام؟ 180 درجة. في الحالة دي أقدر أقول إيه؟ س زائد س بتساوي كام؟ 4 س أهو، نكتبها كده. تساوي كام؟ 180 درجة. في الحالة دي اقدر اجيب س. ايوه، س هتساوي كام؟ 180 على 4. 180 على 4 تديني كام؟ تديني 45 درجة. اذا س قدرت اطلعها بتساوي كام؟ 45 درجة. طيب نروح للسؤال التاني، يلا بينا. السؤال التاني بيقول في الشكل المقابل، الشكل اللي قدامنا ده اهو، الشكل اللي احنا متعودين عليه، مستقيمين متوازيين وفي قاطع له، تمام كده؟ طيب بيقول لي عندي المستقيم أ ب يوازي المستقيم ج د. اول قال لي اهو في المعطيات اللي مديها لي، وقال لي كمان ان ه واو قاطع لهم، المستقيم ه واو قاطع لهم. اول حاجه هو عايزها ايه؟ اوجد الزوايا التي تساوي في القياس زاويه ه س ب. ادا ه س ب، يبقى هو عايز الزاويه ايه؟ الزاويه دي، وعايز اللي بيساويها في القياس. يبقى نشوف الزاويه دي نعلمها علامه النجمه، ونشوف اللي مساوي لها في القياس برضك ونديله علامه النجمه. المساوي للزاوية دي زاوية ايه؟ ايوه س ص د. يساويها في القياس ليه؟ بالتناظر. الزاوية دي تساوي الزاوية دي بالتناظر، يبقى احط عليها علامة النجمة كده، واقول ان الزاويتين دول ايه؟ متساويتين. متساويتين بالايه؟ بالتناظر. يبقى اكتب الزاوية اللي بتساوي ه س ب هي الزاوية س ص د، اللي هي س ص د اللي هي الزاوية دي. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ اوجد الزوايا التي تساوي في القياس زاوية س ص ج. س ص ج، ادا س ص ج، يبقى هو عايز الزوايا اللي بتساوي الزاوية دي. طيب اول حاجة عندي الزاوية اللي بتساوي الزاوية دي اللي هي الزاوية الهين، الزاوية دي كده بالتناظر، صح؟ وكمان الزاوية دي بالايه؟ بالتبادل. الزاوية دي بالتبادل. يبقى نكتب اول حاجة الزاوية دي، يلا كده ندي لها علامة. ادام حطيت العلامه هنا الدايره، يبقى انا احط نفس العلامه دي يعني هنا موجوده في الزاويه دي بالتناظر، وبعد كده احطها في الزاويه اللي هنا كمان يبقى بالتبادل. يلا بينا. يبقى انا كده عندي الزاويه دي بتساوي الزاويه الهين بقى، تساوي الزاويه ه س الف. ه س الف، ه س الف. يبقى الزاويه دي يعني اللي هي س ص ج تساوي الزاويه ه س أ. ده أول زاوية، والتاني زاوية تساويها هي إيه؟ دي بالتناظر. تاني زاوية تساويها هي إيه؟ هي الزاوية، نكتبها كده، والزاوية ب س ص. ب س ص اللي هي الزاوية دي بالإيه؟ بالتبادل. بالزاوية دي بالإيه؟ بالتبادل. طيب نروح الفزورة اللي بعد كده معانا. طول السؤال الثالث في الشكل المقابل، عندي الشعاع ب أ يوازي الشعاع د ه. أدا الشعاع ب أ يوازي الشعاع د ه. د ه. أوجد قيمة المقدار س زائد ص زائد ع. يبقى هو عايز س زائد ص زائد ايه؟ زائد ع. يبقى هو عايزني أجمع التلاتة دولت مع بعض وأشوف قيمتهم تطلع بكام. وإرشادا ارسم خطا مستقيما يمر بالنقطة ج موازيا لب أ. يبقى هو عايزني أرسم خط مستقيم من النقطة ج ده يوازي ب أ أكيد، وكمان هيوازي ايه؟ ه د. هيوازي ايه؟ ه د أو د ه. طيب يلا نرسم المستقيم بتاعنا كده. ادي رسمنا المستقيم بتاعنا، ونديله كده سهمين من الجنب عشان يبان ان هو خط مستقيم. طيب تمام. اول حاجه عندنا عايزين نعرفها دلوقتي، انا لما عملت المستقيم الموازي ده هستفاد ايه من الكلام ده؟
مش انا عندي المستقيم ده موازي للمستقيم ده وده قاطع لهما، وعندي المستقيم ده موازي للمستقيم ده وبرضك وده قاطع لهما. ايوه. اذا الزاويه دي تساوي الزاويه دي بايه؟ بالتبادل. يبقى الزاويه دي س هتساوي الزاويه دي بالايه؟ بالتبادل. يبقى الزاويه دي كمان بتساوي ايه؟ بتساوي س اهو. يبقى انا كده جبت ايه؟ الزاويه دي س تساوي س بالايه؟ بالتبادل. طيب وانا عندي عين برضك هنا هتساوي الزاويه دي بالايه؟ بالتبادل. يبقى الزاويه دي هتبقى كام هي كمان؟ تساوي عين اهو. طيب انا كده بقى عندي ايه حوالين النقطه دي؟ بقى عندي نقطه اهي زي ما احنا شايفينها. النقطه دي كده نعلمها اهو. احنا نتعلم ازاي نفكر. احنا نتعلم ازاي نفكر. يبقى ده النقطه عندي دي حواليها الزاويه دي س والزاويه دي عين والزاويه دي كلها من اول هنا لحد هنا هي ايه؟ هي صاد. طيب انا عندي مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه بتساوي ايه؟ ايوه نفتكر كده مع بعض، بتساوي 360 درجه. اذا يبقى س زائد صاد، زاويه صاد دي كلها زائد عين متجمعين حول النقطه دي، مجموعه الزوايا دي تساوي كام؟ 360 درجه. يبقى س زائد صاد زائد عين تساوي 360 درجة. أحلى حاجة في مادة الرياضة إنها بتعلمك إزاي تفكر. إزاي تفكر، ودي أفضل حاجة في الدنيا. أنت بتتعلم أصلا لهدف واحد، إنك تعود دماغك إنها تفكر. طب يلا بينا نكمل مع بعض. أتمنى ليكم يا رب دايما كل التوفيق والنجاح، وإنكم تبقوا متفوقين ومن الأوائل. ومتنسوش دلوقتي إنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نكمل درسنا. السؤال الرابع معانا بيقول أوجد قيمة س في كل من الأشكال الآتية. يبقى أنا عندي هنا س عايزها وعندي هنا س عايزها. في كل الأشكال اللي هو مديها لي نحل الفزورة بتاعتنا ونطلع قيمة س بس من اللي احنا اتعلمناه في الرياضة. طيب أول حاجة هنا قال لي إن الشعاع ده، قال لي الخط المستقيم ده خط مستقيم اهون يوازي الخط المستقيم ده. وقال لي كمان ان الخط المستقيم ده يوازي الخط المستقيم ده. ده علامة التوازي وده علامة الايه؟ التوازي. وقال لي كمان ان الزاوية دي بتساوي 120. طيب من خواص التوازن اللي انا بقدر استنتجها من توازي المستقيمين ايه؟ ان انا عندي الزاوية دي 120 تساوي الزاوية دي بالتبادل تساوي كام؟ 120 درجة. يبقى الزاوية اللي انا واقف عليها دلوقتي دي تساوي كام؟ 120 درجة. منين؟ من التبادل. يلا بينا نكتب 120 درجة. طيب لما انا طلعت الزاويه دي بتساوي 120 درجه، اقدر اطلع الزاويه اللي هنا دي. ايوه. اطلعها ازاي؟ يعني عندي الزاويتين دول زاويتين داخلتين صح. طيب يبقى مجموعهم بيساوي كام؟ 180. يبقى الزاويه دي هتساوي كام؟ اللي انا واقف عندها دي تساوي 180 ناقص ال 20 دي عشان دول زاويتين متكاملتين داخلتين. ماشي. يبقى ايه تساوي كام؟ الزاويه دي تساوي 60. 180 ناقص 120 تساوي 60 درجه. طيب وانا عندي دلوقتي دول مستقيمين اهما متقاطعين، والزاويه دي مقابله للراس بالزاويه دي. اذا س تساوي كام؟ تساوي 60 درجه. بايه؟ بالتقابل بالراس. يبقى س طلعتها بتساوي كام؟ 60 درجه. حلينا اول فزوره عندنا، نروح للفزوره اللي بعد كده. طبعا هو عامل ب بس انا همشي ايه، خلينا نمشي افقي وبعد كده نمشي ايه اللي تحت منه. نحل السؤال اللي بعد كده عندنا ده. نشوف بيقول ايه. بيقول عندي في الشكل ده كده، عندي عايز اطلع قيمة س دي، عايز اطلع قيمة س، ومديني الزاوية دي 25 ومديني الزاوية دي 20 ومديني الزاوية دي 20. اقدر اطلع قيمة س. ايوه. طيب ازاي؟ اول حاجة نعمل كده نرسم مستقيم يمر، او خط مستقيم يمر بالنقطة ايه؟ س. يمر بالنقطة س. طب استفاد ايه من الكلام ده؟ استفاد ايه؟ هقول لك. هو انا عندي الزاوية دي دول متوازيين. لما رسمت خط مستقيم تالت بقى اصبح الايه؟ التلاتة متوازيين. مش الزاوية دي تساوي الزاوية دي بالايه؟ بالتبادل. تساويها بايه؟ بالتبادل. يبقى الزاوية دي 25 تبقى الزاوية دي 25. طيب وكان نفس الكلام هنا، الزاوية دي تساوي الزاوية دي برضك بالتبادل. الزاوية دي 20 يبقى الزاوية دي كام؟ 20. يلا نكتب الكلام ده اهو. يبقى الزاوية دي بتساوي دي ب 25 والزاوية التانية برضك بالتبادل بتساوي 20. يبقى س في الحالة دي هتساوي كام؟ تساوي 25 زائد 20 تساوي كام؟ 45. تساوي، يبقى س هتساوي 45.
طب اقدر احلها بطريقه تانية؟ ممكن احلها بطريقه تانية. ايه هي؟ اجيبها بطريقه عكسيه. انا عندي الزاويه دي والزاويه دي تعتبر زاويتين داخلتين، صح؟ ايوه، طيب تمام. لما زاويتين داخلتين يبقى الزاويه دي بتساوي كام؟ 25. يبقى الزاويه دي اقدر اجيبها، ايوه، 180 ناقص 25 تساوي كام؟ تساوي 155. يبقى 180 ناقص 25 تساوي 155. طيب نكتب كده برضك هنا 155. طيب انا عايز اجيب الزاويه دي بنفس الطريقه. الزاويه دي والزاويه دي زاويتين داخلتين، صح؟ يبقى مجموعهم بيساوي 180 درجه. يبقى اقول 180 ناقص 20 تساوي كام؟ 160 درجه. طيب اكتب هنا كده برضك الزاويه دي بتساوي 160 درجه اهو. طيب انا عندي دلوقتي، مش انا عارف ان مجموع دي نقطه اهي وفيها حواليها مجموعه زوايا، ومجموعه الزوايا حوالين نقطه واحده بتساوي كام؟ بتساوي 360 درجه. لو انا طرحت 360 ناقص 160، 160 زائد 155 تطلع بتساوي كام؟ السين هتساوي 145 درجه. وده حل ايه؟ حل اخر. طيب نروح بقى للسؤال ب. بيقول ايه؟ بيقول في الشكل اللي قدامي ده عايز اطلع قيمه س دي. عايز اطلع قيمه س اللي موجوده قدامنا دي. اعمل ايه؟ ارسم بردك شعاع يمر بالنقطه س اهو. طيب تمام. اقدر اجيب قيمه س. طبعا اقدر اجيب قيمه س. ازاي؟ انا عندي الزاويه دي والزاويه دي زاويتين داخلتين، صح؟ طيب انا عندي الزاويه دي هتساوي كام؟ الزاويه اللي انا واقف عليها دلوقتي دي هتساوي كام؟ هتساوي 180 ناقص 105. يبقى تساوي كام؟ 75. 180 ناقص 5 تساوي 75 درجة. وكمان عندي الزاوية دي والزاوية دي زاويتين داخلتين. يبقى 180 اقدر اجيب هنا، ايوه، 180 ناقص 115 تساوي كام؟ تساوي 65 اهو. يبقى س هتساوي مجموع الزاوية دي مع زائد مجموع الزاوية دي. يبقى تساوي س هتساوي 75 زائد 65 تساوي كام؟ تساوي 140 درجة. يبقى س هتساوي 140 درجة. كده انا قدرت اطلع قيمة س. طيب نفس الكلام هنا. هنا بيقول لي في د في الشكل اللي قدامنا ده عايز قيمة س دي، يعني الزاوية دي. اقدر اجيبها نفس الكلام، ارسم خط مستقيم يمر بالنقطة س. طيب انا هنا بقى من التوازي عندي، من خواص التوازي اللي انا عملتها، الزاويه دي تساوي الزاويه دي بالايه؟ بالتناظر. الزاويه دي تساوي الزاويه دي بايه؟ بالتناظر. مش عندي المستقيم ده يوازي المستقيم ده، وعندي ده قاطع لهما، ايوه تمام. انا عندي الزاويه دي 35، ايوه، تساوي الزاويه دي بايه؟ بالتناظر. يبقى اذا الزاويه دي بتساوي كام؟ 35 درجه. نفس الكلام هنا بالظبط. انا عندي ده يوازي ده، طيب تمام، وعندي ده قطع لهما، طيب تمام. انا عندي الزاويه دي بتساوي 65، يبقى الزاويه دي هتساوي كام؟ هتساوي 65 بالايه؟ بالتناظر برضك. يبقى اذا الزاويه دي بتساوي 65. يبقى س هتساوي مجموع 35. الزاويه دي زائد الزاويه دي يبقى 35 زائد 65 س تساوي كام؟ تساوي 100. يبقى اذا س تساوي 100 درجه. 100 درجه. طيب كده احنا كده خلصنا الصفحه دي. نكمل برضك مع السؤال الرابع، يلا بينا. ونيجي للسؤال في السؤال الرابع بيقول ايه؟ في الشكل اللي قدامنا ده برضك عايز قيمة ايه؟ عايز قيمة س. طب اقدر اجيبها؟ مديني هنا بيقول لي ان ده الشعاع ده اللي انا شايفه قدامي ده يوازي الشعاع ده. طيب ايه تاني؟ ومديني الزاوية دي بتساوي 120 درجة. طيب استفاد منها ايه؟ اقدر اطلع الزاوية دي كمان انها بتساوي 120 درجة بايه؟ بالتبادل. الزاوية دي تساوي الزاوية دي بالايه؟ بالتبادل. وده عندي حرف الزد مرسوم قدامها اهو. يبقى اقدر اكتب هنا ان الزاوية دي بتساوي 120. ايوه، يلا بينا. طيب انا عندي الزاويه دي زاويه مستقيمه زي ما احنا شايفين، بتساوي كام؟ 180 درجه، صح؟ اذا الزاويه س، الزاويه س، الزاويه المكمله بتاعتها الزاويه 120 زائد الزاويه 40. يبقى الزاويه س الزاويه المكمله ليها هي الزاويه 40 زائد الزاويه كام؟ 120. يبقى اقدر اقول س بتساوي س تساوي 180 ناقص 120 زائد 40. يبقى س تساوي 180 درجة ناقص
120 زائد 40. طيب 180 ناقص 120 زائد 140، 120 زائد 140 160، يبقى 180 ناقص 160 يبقى س هتساوي كام؟ 20 درجة. إذا قدرت أطلع قيمة س بتساوي 20 درجة. طيب السؤال اللي بعد كده واو، بيقول لي في الشكل اللي قدامنا ده، قال لي إن الشعاع ده يوازي القطعة المستقيمة دي، وكمان قال لي كمان يوازي الإيه؟ الشعاع اللي تحت ده، وقال لي إن القطعة المستقيمة دي توازي القطعة المستقيمة دي. طيب كلام جميل، واداني الزاويه دي بتساوي 80 درجه. هستفاد منها ايه؟ اطلع الزاويه اللي قصادها على طول. اطلع الزاويه اللي قصادها. الزاويه اللي قصادها هتساوي كام؟ الزاويه اللي قصادها هتساوي 180 ناقص 80. ليه؟ لان دي زاويتين داخلتين متكاملتين، يبقى مجموعهم بيساوي كام؟ 180. اذا الزاويه دي هتساوي 180 ناقص 80، يبقى الزاويه دي هتساوي كام؟ تساوي 100. اكتب كده الزاويه دي بتساوي 100. طيب اقدر اجيب الزاويه دي؟ ايوه، اجيبها بايه؟ بالتبادل. انا عدى حرف الزد ده اهو، ماشي، بالتبادل. الزاويه دي بتساوي 100، اذا الزاويه دي بتساوي كام؟ بتساوي 100 اهو. في الحاله دي قدرت اجيب ايه؟ س. ليه؟ لان انا عندي الزاويه دي وزاويه س زاويتان متكاملتان. ليه؟ لانهم زاويتان داخلتان. طيب يبقى س هتساوي كام؟ 180 ناقص 100، يبقى س هتساوي 80. قدرت اطلع قيمه س زي ما احنا شايفين بكل سهوله. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي في الشكل المقابل، الشكل اللي قدامنا ده، قال لي ان قياس زاوية س ص ف، س ص ف اهي الزاوية دي تساوي زاوية عين، ادي زاوية عين، تساوي زاوية كاف، تساوي قياس زاوية م. يبقى الزوايا دي كلها زوايا ايه؟ متساوية زي ما احنا شايفينها، وده علامة التساوي الدايرة اللي قدامنا دي. طيب كلام جميل. قال لي اكتب 4 أزواج من المستقيمات المتوازية مع ذكر السبب، مع ذكر الايه؟ السبب. طيب تعالوا الأول كده نفهم الموضوع ونحله على إنه ايه؟ لغز جميل ومطلوب إن احنا نفكر فيه. طيب أنا عندي الزاوية دي تساوي الزاوية دي في القياس، صح؟ طب الزاويتين دولت عبارة عن ايه؟ زاويتين متناظرتين، صح؟ الزاوية دي مناظرة للزاوية دي، متساويتين في القياس. إذا الخط المستقيم ف ص متوازي مع القطعة المستقيمة كاف عين. كاف عين، يبقى نعمل هنا كده علامة التوازي اهو. يبقى ف ص يوازي كاف عين. طيب كمان ايه؟ انا عندي الزاوية دي، الزاوية دي تساوي الزاوية دي بالتبادل، الزاوية دي تساوي الزاوية دي بالايه؟ بالتبادل. اذا كمان القطعة المستقيمة دي توازي الشعاع ن م اهو. يبقى التلاتة دولت كده متوازيين اهو، يبقى كل واحد فيهم بيوازي الاخر. كلام جميل. وكمان هو مديني هنا الزاويه دي تساوي الزاويه دي بالتبادل، تساوي الزاويه دي بالايه؟ الزاويه دي تساوي الزاويه دي بالتبادل اهو. حرف الزد ده عندي اهو، شايفين اهو. يبقى الزاويه دي لما توازي الزاويه دي، اذا ايه؟ القطعه المستقيمه ص ع توازي كاف م اهو، وادي علامه التوازي. نعملها كده بسهمين هنا وسهمين هنا. كلام جميل. اقدر اكتب بقى دلوقتي الازواج اللي هو عاوزها متوازيه. انا اول حاجه عندي ف صاد الشعاع الخط المستقيم ف صاد يوازي القطعه المستقيمه كاف عين. يلا نكتبها. والسبب ايه؟ متناظرتين، زاويتين متساويتين في القياس متناظرتين اهو. وكمان عندي اهون كاف عين يوازي ايه؟ ن م اهو قدامنا اهو، انا طلعتهم في الرسم. يبقى كاف عين القطعه المستقيمه كاف عين توازي الشعاع ن م. دولت بايه؟ عندي زاويتين متساويتين في القياس متبادلتين، زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس. قدرت الزاويه دي والزاويه دي، فعشان كده قلت ان هما متوازيين. طيب كلام جميل. في ايه الازواج اللي بعد كده عندي ف ص اهو يوازي ن م. مش هنا عندي 3 مستقيمات دول بيوازوا بعض؟ ده يوازي ده وده يوازي ده وده كمان يوازي ده اهو. من علاقات التوازي، اذا كان عندي مستقيمين يوازي كل منهما الاخر، ماشي، فانه يوازي المستقيم، فان المستقيمين ايه؟ متوازيين. خلاص، يبقى ده السبب. متوازي المستقيمات، مستقيم يوازي الثالث، عند مستقيمين متوازيين ووازى واحد فيهم الاخر، يبقى المستقيمين ايه؟ متوازيين. طيب بعد كده الزوج اللي عندنا بعد كده ايه هو؟ ص
صاد عين، القطعة المستقيمة صاد عين توازي القطعة المستقيمة كاف ميم. من جبتها منين؟ من تبادل الزاوية دي مع الزاوية دي، الزاويتين دول متبادلتين ومتساويتين في الايه؟ في القياس. انا عندي زاوية عين تساوي زاوية كاف، وهما ايه؟ زاويتين متبادلتين ومتساويتين في القياس. ده هو ايه؟ السبب. ده السبب. طيب كلام جميل. يلا بينا نروح للسؤال السادس. وجينا للسؤال السادس. بيقول في كل شكل من الأشكال الآتية أوجد أزواج المستقيمات المتوازية. بصوا، الرياضة مادة فهم، وإن أنت تطبق اللي أنت فهمته. أنا ضد أي حد أقول له السؤال ده مهم جدا وهيجي في الامتحان. تمام؟ أنا ممكن أقول لك نوعية الأسئلة اللي تيجي في الامتحان، لكن السؤال ده هيجي في الامتحان محدش يقدر يقول ويجزم لك إن السؤال ده هيجي في الامتحان. وما احبش الطالب اللي يركز يقول لك أصل السؤال ده هو ده اللي هيجي في الامتحان. لا، أنا كل اللي عايزه منك إنك تفهم. طب الفهم لوحده كفايه؟ لا، وانك تطبق على اللي انت فهمته، وانك تطبق على الايه اللي انت فهمته. يعني ايه اطبق؟ يعني تحل بايدك مره واثنين وثلاثه وتشوف الافكار المختلفه. ساعتها تقدر تخش تحل اي سؤال يجي لك في الامتحان. متفقين على كده؟ والرياضه بالذات ماده فهم، تعلمك ازاي تفكر، تعلمك ازاي تفكر. هو ده المطلوب من التعليم. التعليم وظيفته الاساسيه انك تعود عقلك انه يفكر، مش اي حاجه تانية. طيب تعالوا بينا نشوف السؤال بتاعنا. ألف بيقول إيه؟ هنا عايز يعرف إيه الأزواج المتوازية من المستقيمات اللي قدامنا دي، أو من الأشعة اللي قدامنا دي. طيب يبقى أنا كده عايز أعمل إيه؟ عايز أحقق شروط التوازي. طب أنا عندي شروط التوازي أو حالات التوازي إيه؟ كان عندي 3 حالات. الحالة الأولى زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس، أقدر أقول إن المستقيمين متوازيين. الحالة التانية زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس، أقدر أقول إيه؟ برضك إن المستقيمين متوازيين. أو إن يكون عندي زاويتين داخلتين متكاملتين، يعني مجموعهم بيساوي كام؟ 180 درجة. صح؟ تعالوا نشوف الكلام ده موجود ولا لأ في الشكل اللي قدامنا ده. أول حاجة عندي أدا ده بالشكل اللي احنا شايفينه، وده ايه؟ قاطع موجود اهو. طيب انا عندي اول حاجه هنا الزاويه دي تساوي الزاويه دي، صح؟ الزاويتين دول زاويتين ايه؟ متبادلتين اهم. الزاويه دي تساوي الزاويه دي بالتبادل، صح؟ وزاويتين متبادلتين متساويتين في القياس، اذا يبقى الشعاع س د اهو ده يوازي ص م. ادي اول حاجه استنتجتها، نحط علامه التوازي عليها اهو. طيب اكتبها، نكتبها. يبقى عندي الشعاع س د اهو، ادي علامة الشعاع يوازي ص م. الشعاع ص م. طيب بعد كده نشوف هنا الزاوية دي 20 والزاوية دي 10، يبقى إذا المستقيم ده أو الشعاع ده لا يوازي ده. طب الزاوية اللي بعدها كمان 10، يبقى الاتنين دول مجموعهم كام؟ 20. زي المجموع دول، زي هنا 20 وهنا إيه؟ 10 و10 يبقوا كام؟ 20. يبقى الزاوية دي كلها على بعضها تساوي كام؟ أهو الزاوية دي كلها على بعضها أهي، اللي هي باللون اللبني دي بتساوي كام؟ بتساوي 20 أهي. يبقى مجموع الزاوية دي اهو، احنا بنعلم ازاي؟ واحدة واحدة ازاي نفكر. يبقى الزاوية دي 25 والزاوية دي 20، يبقى الزاوية دي كلها كام؟ 45. والزاوية دي 25 والزاوية دي 20 كلها، تبقى الزاوية دي كلها كام؟ 45. يبقى إذا الزاويتين دول زاويتين إيه؟ متبادلتين ومتساويتين في القياس، صح؟ يبقى إذا الشعاع ده اللي هو ص ك يوازي الشعاع إيه؟ مش ده كده غلط، ده غلط. يوازي الشعاع إيه؟ س ب، يوازي الشعاع ده، ونحط علامة التوازي أهو. يبقى الشعاع س ب يوازي الشعاع ص ك. ويلا بينا نكتبها اهو. يبقى الشعاع س ب يوازي الشعاع ص ك. طيب نروح للي بعد كده. الزاوية اللي هنا 10 صح، والزاوية اللي هنا 20. خلاص كده يبقى أنا ما عنديش أي مستقيمات تانية متوازية. مستقيمات تانية متوازية، ما قدرتش أوجد أي حاجة تانية أو أي شروط أو أي حالات تقول لي إنه في مستقيمات تانية متوازية.
طيب نروح بقى بعد كده لب. الشكل ده اللي هو مديهولنا ده عايز يشوف المستقيمات المتوازية عندي. طيب انا اشوف كده الزاوية اللي عندي، الزاوية دي 91. طيب وبعدين انت مفيش زاوية ليها مناظرة او مبادلة ليها عشان اقدر اقول؟ لا مفيش اي زاوية تانية موجودة اقدر اقول عليها. طيب خلاص، اروح بعد كده للزاوية دي. الزاوية دي بتساوي 91. طيب انا لو الزاوية دي اخدتها بالتقابل بالرأس على الزاوية دي، او اقول الزاوية دي بتساوي 91 زيها، تساوي بالتقابل بالرأس اهو 91. طيب برضك هنا طلع ان الزاويتين دول زاويتين داخلتين، 91 يعني اكبر من 180، اذا برضك دول مش متوازيين. طيب اروح بعد كده اشوف هنا الزاويه دي 89. طب وبعدين في حاجه ليها عشان اقدر اقول ان في زاويه مناظره ليها، او زاويه بالتبادل معاها، او زاويه داخليه تساوي تكملها؟ لا مفيش. طيب اروح بعد كده للزاويه دي. ماشي، انا اقدر اقول ان الزاويه دي برضك تساوي 89 اهو. تعال نكتب كده كل الزوايا المتقابله بالراس نساويها. دي 89 وده 89. ماشي، والزاويه دي بتساوي 91 اهي بالتقابل بالراس. ماشي، والزاويه دي بتساوي 91 اهو. جبتهم منين؟ جبت الزاويه دي منين؟ بالتقابل بالراس. جبتها منين؟ بالتقابل بالراس. طيب انا عندي الزاويه دي 89 وتساوي 89 يعني اقل من ايه؟ من 180. طيب انا عندي الزاويه دي 89 والزاويه دي كام؟ 91 والزاويه دي 91، يبقى مجموعهم كام؟ امسح دي كده ونكتبها تاني. اهي الزاويه دي كام؟ 91. كبرتها اهي، يبقى 89 زائد 91 يبقى دول بيساووا كام؟ زاويتين داخلتين ومجموعهم بيساوي 180. اذا الخط المستقيم ج د ده يوازي الخط المستقيم ه واو. تمام كده، نعمل علامة التوازي عليه. ده أول واحدة استنتجتها أهو. جبتها منين الزاوية دي؟ أنا مديني الزاوية دي 91، جبت دي بتساويها بالتقابل بالرأس، كتبتها 91. طيب تعالوا بعد كده نشوف أنا عندي الزاوية دي كام؟ 91 والزاوية دي 91 برضك، يبقى إذا دول مش متوازيين. نيجي هنا الزاوية دي برضك بتساوي 91 ودي 91، يبقى برضك دولت إيه؟ مش متوازيين. يبقى إذا المستقيمين المتوازيين عندي هما المستقيم أو المستقيم اللي هو إيه؟ ج د، والمستقيم ه واو. اكتبها كده اهو. يبقى عندي المستقيم ج د، ده علامة المستقيم اهي، يوازي المستقيم ه واو. شفتوا ان الامر بسيط ازاي؟ انا افكر وبس. كل اللي عليك انك تفكر وتبقى فاهم، وطبعا تكون مذاكر الحاجة اللي انت فهمتها، لان انت لو ما ذاكرتش الحاجة اللي فهمتها وطبقت عليها هتنساها، وبالتالي مش هتعرف تحل. فنصيحتي ليكم انكم تعملوا اللي عليكم، انكم تفهموا الاول صح. تمام. ثانيا انك تطبق اللي انت فهمته. ثالثا انك تحل كتير وتشوف الافكار المختلفة، وبعد كده تتوكل على الله، وان شاء الله ربنا يكرمكم وتكونوا دايما متفوقين ومن الاوائل باذن الله، وتقفلوا وتجيبوا الدرجة النهائية في مادة الرياضيات. انا بشكر كل واحد دعمنا بانه ان كان عمل لايك للفيديو او اشترك بالقناة، وده شيء متوقع منكم وده شيء ايجابي، واتمنى يا رب ان احنا نكون عند حسن ظنكم.